مرحبا، شلونكم؟ عساكم بخير. هاي سطحنا ورا المطار. اشوف الزرع شلون صار. زرعت هنا بامية جديدة، بس ورا ساعتين مطرت ولحد الآن مطر. ما أعرف بعد تطلع. لا، بالنسبة للكيل كبران على المطر الحمد لله. هيانا كبر الحمد لله. فراولة هنا كبرت. عندي هنا الطماطة همين الحمد لله كبرت، يعني اكو فرق كلش على المطر. عندي هذن الحبوب، البذور مال الطماطة الكرزية والكمثرية الصفرة والحمرة همين طالعات. هذا الفلفل الوان همزين. عندنا الفراولة هنا صارت يعني بدأت تكبر. عندي الكاكية الحمد لله صارت يعني نبتت الحمد لله، بس هاي العنباية ما تصير، إذا ما صارت أشيلها أجيب غيرها. هذه الأكاسيا ما أعرف ليش، يعني كل مرة من أخذتها. عندي هذه الأكاسيا كل مرة ما أعرف يعني تطلع وهم ترجع تموت، ما أعرف ليش. هاي هنا طالعة طماطة لازم أشيلها، هنا صايرة ويا الأليسيوم ما شاء الله كورانة بهالمطر. الجهنمي، الجاردنيا ممرضة بس ما أعرف صايرة صفرة وأوراقها، ما أدري من المطر لأني ما تحب المية وايد. هاي الأليسيوم. عندي أجمل لون الجهنمي هو هذا، جهنمي القطمر. هذا القطمر يصير وردته كلش كبيرة، مثل ذاك شفت لكم اياه مثل هذا. البتونيا هذه صفرة. وهاي المطار ان شاء الله بس يروح المطر بعد لنا يومين ان شاء الله ابدي اسوي حملة على السطح واقع كل الغراض من العاصفة اللي صارت والهواء. أنا دا أجمع الورد، هذا الورد المحمدي السلطاني دا أجمعه، دا أسوي ماي ورد. هاي محمل ورد إن شاء الله، بس هي صادفت العاصفة ووقعت كل الورد، فإن شاء الله همين أسوي ماي ورد وهنشره. هذا كله تكسر وقع من ورا المطر. ان شاء الله كل هذا اجمعه اسوي ماي ورد. عندي النحل الحمد لله قام يكثر يجي. صورك هنا منحله ما اعرف يعني قام يجي هواي النحل. هذا ما يفيدني ان شاء الله من النباتات الصيفية ان شاء الله تكبر. وهاي لقاح الورود، ورود يفيدنا.
نيلي نيلي، نزلي ماما، نزلي نزلي حبيبتي، يلا نزلي عافية. هذا اللاتين ابو خنجر يعني كلش هواي اوراق، هاي كلها اني ابدي اشلعها يعني اخفف من الورق مالته، يعني يأثر على الطماطة، على الاشياء اللي ازرعها، كلها لازم اجي واشلعهم، اخفف من الورق مالته، لازم تخففون. هسه قبل ما انزل اعبي البطالة لخالتهم، هذني كلهن البيض، الموز، يعني مخلفات المطبخ، هخلي كل البطالة بيهن، هاي كلهن ترسين تخلي، هاي كل مخلفات المطبخ ارجع اخليهم هنا، حتى الاوراق اللي اشلعها همين من الزرع ارجع اخليهم بالبطالة، هاي بانية طالعة. الجو كلش دافي رغم الغيم، بس كلش والله دافي وحلو، الحمد لله والشكر. أنا أنصحكم تسوون حدائق على السطح، ليش متروكة؟ لأن كلش والله حلوة. هاي أصعد يومية أني أقعد مثل ساعة أقل أكثر، والله أغير جو وأنزل حتى يعني نفسيتنا تتغير، والحمد لله والشكر. هاي قبل المطر كانت متروسة، هسه فرغت لازم نرجع نعبيها، هذا كله سماد. هذا هنا الخيار، طماطم، كل يعني بكل سندانة أنا خالة بيها، لأن أعرف هذا كله ورد موسمي، فكله يعني حيروح، قليل من يبقى منه، فكله أني خليت بيها طماطة، خيار، باذنجان، فلفل، يعني استفاديت منها، إن شاء الله يكبر هو بعد، كله بيد رب العالمين. الحمد لله إن شاء الله ننتظر المطر بعد اليوم وباكر يخلص وابدي اشتغل بالحديقة ان شاء الله. كل هنا واشوفكم على خير ان شاء الله. احبتي لا تنسون اللايكات والمشاركة متابعة حتى يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم، اشوفكم على خير، مع الف سلامة.